المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله. من الفدائية الإريترية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة، معكم فيها قاسم أحمد، ونستهلها كالعادة بالعناوين. تسيير برامج تشجير واسعة وفعالة في الإقليم الأوسط. أوضاع جيدة للمزروعات في لوقا عنسبة. المواطنون المقيمون في الرياض والجوبة ينظمون أنشطة دبلوماسية شعبية. حماس تطلق صواريخ وإسرائيل تقصف غزة رغم الحديث عن هدنة. أمريكا تقرر فرض عقوبات على روسيا بسبب بريطانيا. ترشيح رئيسة تشيلي السابقة لمنصب مفوضية حقوق الإنسان. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. صرح المدير العام لقسم الزراعة والأراضي في الإقليم الأوسط السيد هايلي ميكائيل إيوب بأن أنشطة التشجير الجارية بمشاركة شعبية واسعة تسير بصورة فعالة وحسب جدول البرنامج الذي وضعته إدارة الإقليم. وأوضح السيد هايلي ميكائيل لوكالة الأنباء الإريترية إيرينا غرس أكثر من 1,200,000 شتلة في 4 مديريات الإقليم ضمن البرنامج الذي بدأ أواخر 2017. كما أشار إلى غرس الشتول في مكب للنفايات السابق بمنطقة بيت قرقيس، مما أضفى جمالا للمنطقة. وذكر مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية السيد أبراهام تخلي عن وضع برنامج لغرس 1,500,000 شتل هذا العام، حيث أنجز حتى الآن 82% من البرنامج الموضوع. كما أشار إلى تسيير 276 كيلومتر من الحواجز المائية و155 متر مكعب من المدرجات في 70 هكتار في 16 مديريات الإقليم. الجدير بالذكر بأنه شارك 48,000 من السكان إضافة إلى السيارات الكبيرة والصغيرة التابعة لإدارة الإقليم في البرنامج المنتظم لحفظ المياه وحماية التربة ومضاعفة الإنتاج والإنتاجية. أعلن المهنيون الزراعيون في مدينة لوقا عنسبة أن مزارع الذرة والبقوليات والبذور الزيتية التي يتم تنميتها بالأمطار في مساحة حوالي 5,000 هكتار توجد في وضع جيد. وأوضح مسؤول تنمية البذور والمزروعات في مدينة لوقا عنسبة أن عملية إعادة توزيع الأراضي الزراعية أسهمت لزيادة مساحة الأراضي الزراعية بنسبة 12%، موضحا بأن الأمطار ورغم تدني معدلاتها لا زالت جيدة الانتشار والاستمرارية. وأشار إلى تسجيل 205 ملم من الأمطار، وأن أعمال تمهيد الأراضي الزراعية والتسميد ساعد لنمو المزارع. من جانبه أوضح مسؤول مكتب وزارة الزراعة في لوقا عنسبة سيد زكرياس برخت أب أن المزارعين قاموا بأنشطة فعالة لحفظ المياه وحماية التربة، والذي ساعد بدوره للاستفادة الجيدة من الأمطار. يقوم الإريتريون في المحجر بحراك دبلوماسي شعبي نشط لدعم كافة البرامج الوطنية في الداخل والإعراب عن التأييد لإعلان السلام والصداقة بين إريتريا وإثيوبيا. تفاصيل هذه الأنشطة في سياق التقرير التالي بصوت الزميل محمود عبد الله أبو كفاح. نظم المواطنون المقيمون في الرياض بالمملكة العربية السعودية وضواحيها وكذا عاصمة جمهورية جنوب السودان جوبا العديد من أنشطة الدبلوماسية الشعبية. ووفق المعلومات الواردة، عبر الإريتريون المقيمون في الرياض وضواحيها في البرنامج الذي نظموه في 3 من أغسطس الجاري عن تأييدهم لعملية السلام والمصالحة الموقعة بين إريتريا وأثيوبيا. شارك في البرنامج سفير إريتريا في المملكة العربية السعودية السيد محمد عمر محمود، وكذلك القائم بأعمال السفارة الأثيوبية في المملكة السيد عبد الرحيم محمد، بالإضافة إلى السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في المملكة.
وقدم كل من رئيس جاليتي إريتريا وأثيوبيا في المملكة العربية السعودية السيد عبد الرحمن إمام والسيدة مدينة إبراهيم كلمتان ذكر فيها بأن الاتفاقية التي وقعتها حكومتا إريتريا وأثيوبيا في العاصمة أسمراء هي نابعة من إرادة شعبي البلدين، مؤكدين سعيهم لتعزيزها. من جانبهما أوضح السفير محمد عمر محمود والقائم بأعمال السفارة الأثيوبية سيد عبد الرحيم محمد بأن مرحلة السلام والتعاون الحالية المبشرة هي مرحلة تاريخية تفيد شعب المنطقة ككل، إضافة إلى شعبي البلدين، مشيرين إلى جاهزيتهما المطلقة لتعويض الفرص المهدرة بالتنمية والتكاتف. وقد اشتمل البرنامج فقرات فنية رائعة. من جهة ثانية، نظم شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في 5 من أغسطس الجاري في عاصمة جمهورية جنوب السودان جوبا ورشة عمل تركزت في برامج التنمية الاقتصادية ودور التنظيم الشبابي في إنجاحها. وأفادت المعلومات الواردة بأن الورشة التي نظمت بإشراف مسؤول شؤون الجاليات السيد فؤاد محمد اشتملت على معنى التطور الاقتصادي والتنمية الاقتصادية وأهم عناصر التنمية الاقتصادية ودور القيادة في ضمان هذه التنمية، بالإضافة إلى التحديات الرئيسية التي تواجهها. يقوم المركز الصحي في سعدة كريستيان بمدينة بريخ بجهود فاعلة لضمان صحة المواطنين عامة والأمومة والطفولة خاصة. وأوضحت مسؤولة الخدمات الصحية في المديرية الممرضة هيوت جبرزجي أن المركز الصحي يعمل إلى جانب الخدمات العادية على منح الاهتمام الخاص للحوامل والأمهات والأطفال، ونتيجة لذلك ظلت تزداد أعداد الولادة والتطعيم في المركز الصحي. وأشارت إلى العمل المنتظم للتوعية الصحية الذي يساعد لخفض الأمراض عامة والأمراض المعدية خاصة. وقدم المركز الصحي في سعدة كريستيان الخدمات ل20,000 من السكان في الأشهر الستة الماضية. ويوجد في مدينة سعدة كريستيان مركزا صحيا في سعدة كريستيان وعيادتين في سعزقة وهزقة، ويجري بناء عيادة في عد شماغل. أوضح مراسل وكالة الأنباء الإرتريا إرينا بأن سكان منطقة ماء والد في مدينة حلحل إقليم عنسبة ينظمون أنشطة نفيرية فعالة لصيانة السد الذي شهد تشقق بعد أجزائه هذا العام نتيجة للسيول وإعادة الأراضي الزراعية التي تضررت إلى سابقها. وصرح المشاركون لوكالة إرينا بأن الأمطار الغزيرة التي هطلت في 31 من يوليو المنصرم تسببت في إحداث الأضرار المذكورة، حيث شهد سد منطقة ماء والد أضرارا جزئية نتيجة للسيول. من جانبه قال مدير ضاحية ماء والد السيد عباس اللاسي كيداني أن الأمطار تسببت في إحداث أضرار بالغة في السد وأراضي زراعية واسعة، وظل المواطنون يقومون لصيانة السد متسابقين مع الخريف الطيب. كما أفاد غرس 4000 من شتول الألبان و1000 من الأشجار الليفية إلى جانب تلك الأنشطة النفيرة الواسعة والفعالة. هذا وتعد منطقة ماء والد التي تقطنها 500 أسرة إحدى ضواحي مدينة حلحل السمانية، وتبعد 50 كيلومترا من جهة الشمال من مدينة كرن حاضرة إقليم عنسبة. مشاهدينا الأكارم، نشرتنا لا زالت مستمرة معكم من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل فكونوا معنا. أهلا بكم. أطلق مسلحون بقطاع غزة عشرات الصواريخ على إسرائيل، ونفذ الجيش الإسرائيلي عشرات الضربات الجوية مع اشتداد المناوشات قرب الحدود أثناء الليل وحتى صباح الخميس. ودوت صفارات الإنذار بشكل شبه متواصل في جنوب إسرائيل لتحذر السكان للبقاء في الملاجئ مع إطلاق أكثر من 80 صاروخا في اتجاههم. وقصفت طائرات إسرائيلية 140 هدفا لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس التي تسيطر على قطاع غزة. جاء ذلك بعد ما تحدث الجانبان عن تقدم في جهود للأمم المتحدة ومصر للتوصل إلى هدنة لإنهاء أعمال عنف مستمرة منذ شهور. وفي غزة قال مسؤولون فلسطينيون أن عضوا في حماس قتل في الضربات الجوية الإسرائيلية، وكذلك امرأة فلسطينية ورضيعها البالغ من العمر 18 شهرا، وأصيب أيضا ما لا يقل عن 5 مدنيين.
وأضاف أن الأمم المتحدة اشتركت مع مصر في جهد لم يسبق له مثيل لتجنب نشوب صراع خطير، لكنه حذر من أن الوضع يمكن أن يتدهور بسرعة بعواقب مدمرة على الجميع. قالت الولايات المتحدة إنها خلصت إلى أن الحكومة الروسية استخدمت غاز أعصاب في هجومه ضد عميل روسي سابق وابنته في بريطانيا، مضيفة أنها ستفرض عقوبات على موسكو بهذا الشأن. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيانه أن الولايات المتحدة خلصت إلى أن حكومة الاتحاد الروسي استخدمت أسلحة كيماوية وبيولوجية في انتهاك للقانون الدولي، أو استخدمت أسلحة كيماوية أو بيولوجية فتاكة ضد مواطنيها. وأضافت المتحدثة أن العقوبات ستطبق في 22 أغسطس الجاري أو نحو ذلك. وعثر على سيرجي ويوليا سكريبال فاقدي الوعي في بلدة سالزبري بإنجلترا في 4 مارس المنصرم، ونفت روسيا بشدة لعب أي دور في تسميم الاثنين. قال دبلوماسيون أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اختار رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشيليت لمنصب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ويحتاج تعيين باشيليت الآن إلى موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة. وستتولى باشيليت المنصب خلفا للأردني الأمير زيد بن رعد الحسين الذي يتنحى في نهاية الشهر الجاري بعد 4 سنوات على رأس المفوضية التي مقرها في جنيف. وأصبحت باشيليت وهي إحدى ضحايا تعذيب إبان حكم الدكتاتور أغوستو، واحدة من أبرز رؤساء تشيلي منذ عودة البلاد للديمقراطية في عام 1990. تمكن 9 طلاب في جامعة مصرية من تصميم سيارة تعمل بطاقة الهواء التي يقولون إن كلفة تشغيلها لا تذكر. وبحث الطلاب في جامعة حلوان إمكان تطبيق نظرية تقوم على أن الهواء المضغوط وسيلة لتشغيل محركات السيارات، وبعد مرور عام واحد فقط تمكنوا من تحويل الفكرة إلى سيارة فعلية. وواجه هؤلاء الطلاب بقسم هندسة القوى الميكانيكية بالجامعة الكثير من التحديات الفنية على مدار العام، بما في ذلك التمويل المحدود وغياب المعدات الحيوية، لكن هذا لم يمنعهم من العثور على بدائل ساعدتهم على الوصول إلى الهدف النهائي المتمثل في صنع مركبة تعمل بكلفة منخفضة من خلال استخدام الطاقة النظيفة. وتعمل السيارة الآن بسرعة قصوى تبلغ 40 كيلومترا في الساعة، وينفذ الوقود بعد القيادة لمسافة 30 كيلومترا، وبلغت الكلفة الإجمالية $1000 أمريكي. من روما إلى ليفربول الشهر الماضي. مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذه الفترة. إلى اللقاء.